السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. وحشتوني كتير كتير من آخر فيديو نزلناه مع بعض. تعالوا مع بعض كده نشوف وصفة النهاردة. زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك، الحمام والملوخية الناشفة، كمان حبة محشي وسنة عصفور بالكبد والقوانص زي ما انتم شايفين كده. تعالوا مع بعض. مش هشارك معاكم كل الوصفات. المحشي احنا عارفين طريقته وشاركتها معاكم كتير على القناة. انا بس هشارك معاكم طريقة الملوخية ولسان عصفور بالكبد والقوانص. الحمام يا بنات، انا كان عندي فريك جاهز، فاشتغلت على طول وما صورتش المقطع ده. طيب انتي لو جايبه فريك، انا ما بنقعهوش، بغسله وانضفه، وبروح بقى ايه مشوحاه كده في معلقه سمنه، مع ملح وفلفل اسود وبس. وبعد كده بروح ايه حاشيه بالحمام. طيب في طريقه تانية برضو، بنقعه نص، ما بنقعوش يا ربي، بغسله برضو وبسيبه، وبقلي بصلايه كده وبنزل عليها بالفريك واشوحه برضو بمعلقه سمنه وبصل وملح وفلفل، واحط له شقشاق ميه كده ان هو يستوي ايه نص تسويه. تمام تمام. وبرده كده بحشي بيه ده او ده. ممكن كمان تحشي رز ببصلايه. برضو كنت مشاركه معاكم قبل كده وجبه اللي هي اللهم صل على النبي، الكفته والفراخ والكلام ده. الفراخ دي كانت محشيه، فنفس طريقة الرز دي ممكن تحشيها للحمام. طيب خلصنا من قصة الحشو وهو متنضف ونضيف ومحشي وجاهز معانا. عندي مية حطيت فيها ورق لوري، حبهان، ملح، فلفل اسود، وحطيت فيها الحمام. من بداية حطيتي للحمام بحسب ساعة، يعني طبعا ده حمام مش كبير، دي اللي هي الزغاليل دي يا بنات. تمام. بحسب ساعة، يعني من بعد ما سقطته كده اغطي واحسب ساعة، يعني 6، الساعة 7 اطفي واطلع. يعني بعد ما الحمام يستوي تطلعيه من الشوربة بتاعته، هتبيتيه بقى في التلاجة، هتاكليه على طول، بعد ساعتين هتحمريه، ايا كان، ما تسيبوهوش في الشوربة لانه هيفتح معاكي. تمام تمام. ده قصة الحمام. هنا بقى انا جبت حلة، حطيت فيها معلقة سمنة ونزلت بالقوانص الاول وشوحتها كده. واول ما اتشوحت معايا نزلت عليها بشوية مية صغيرين وسبتهم. هتفضل تغلي في المية دي لحد ما تشربها خالص عشان تكون مستوية معايا. وجيت هنا في حلة تانية، قلت ايه هحمر شوية لسان عصفور يكون القوانص استوت معايا شوية، وبعد كده انزل عليها بالكبد. يعني انا الحله اللي انا هعمل فيها لسان عصفور، اللي هي الحجم اللي انا خلاص ان انا هعمل فيها لسان عصفور بالكبد والقوانص، هي اللي اشوح فيها القوانص الاول، وبعد كده هسقيها، يعني نقول مثلا كوبايه ميه. اول ما تشرب كوبايه الميه دي هنزل عليها اللهم صل على النبي بالكبد والقلوب. تمام. القلوب كانت مع القوانص، صحيح يا بنات، القوانص والقلوب حطيتهم مع بعض، شربوا كوبايه الميه، نزلت عليهم بالكبد، زودتهم شويه ميه زي ما انتم شايفين كده صغيرين، وحمرت لسان عصفور في حله تانية ونزلت بيهم زي ما انتم شايفين كده. لسان عصفور ما بياخدش وقت في السوا، وانا من الناس اللي انا بحبش ان هو يغلي كتير ويطلع النشا بتاعه. تمام. طيب هنا ممكن تضيفي ميه او ممكن تضيفي شوربه. انا كان عندي شويه شوربه من شوربه اللحمه، كان اخر حبه بعد ما سقيت بيهم المحشي، حطيتهم على لسان عصفور، وبعد كده كملت بشوربه الحمام يا بنات. يعني عملته بشوربه صافي، فعشان كده انا ما حطيتلوش ماجي. لكن لو انا ما عنديش اي نوع شوربه، بحطه في ايه، بحط ميه وبحط واحده ماجي، وبحط بقى ايه توابل، مثلا نكهه توابل لحمه، توابل فراخ، يعني زي ما انا عايزه، فاهميني. المهم يا بنات، حطيت بقى لسان عصفور مع الكبد والقوانص اهو، وسقيته ايه بالشوربه، ونزلت لسان عصفور كله. ودلوقتي هبدا ان انا اسقيه من الشوربه بتاعه الحمام بتاعتي، بحيث ان هو ايه يستوي كده على نار هاديه براحته. كده الحمام بتاعي جاهز، لسان عصفور كده خلصته. هجيب بقى الحله اللي انا كنت محمره فيها لسان عصفور. طبعا انا صفيت كل لسان عصفور كله، ما سبتش ولا حبايه فيها، حطيتها في الحله الكبيره دي بحيث ان هو يستوي براحته. بصوا زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، شايفين يعني الوش بتاع الشوربه عامل ازاي، يعني تحفه. المهم انا كنت مفكره ان دي حاجه وطلعت من الفلفل الاسود، ما طلعتش يعني حاجه واقعه وكده. هركن بقى الحله دي على اغطيها واسيبها بقى تستوي على نار هاديه كده على عين تانية. وجبت يا بنات الحله اللي انا كنت مشوحه فيها لسان عصفور، حطيتها اهي، وهحط فيها معلقه سمنه. طيب انت هتعملي ايه هنا؟ انا هعمل الملوخيه الناشفه اللي هي الصعيدي. الناس اللي هي من الصعيد هتبقى عارفاها ومتعودة عليها. لكن ممكن يكون في ناس هنا ما، يعني ما بتاكلهاش قوي، كل فين وفين، وفي ناس ما بتحبهاش كده يعني. فانا حطيت معلقه سمنه
وحطيت معلقة دهن. انا بحط الدهن في الطشة بتاعة الملوخية والبامية والحاجات دي، بتطعمها وبتخليها حلوة. تمام. دهن انا سلياه ومسيحاه وعاملاه ببرطمانات زيه زي السمنة، باخد بمقدار صغير. طيب نزلت بقى بفصين التوم بتوعي كده، وبدأت بقى ان انا اقليهم كده كأني بعمل طش عادي. يعني انا كده بجهز طشة الملوخية. طب انتي عاملاها في الحلة ليه؟ هقول لكم دلوقتي. بدل ما اعمل الملوخية واعمل الطشة دي في طبق تاني وارجع احطها على الملوخية، فانا هعمل كله في حلة واحدة. ازاي؟ هقول لكم. بعد ما التومة بتاعتي توصل لمرحلة ان هي تبقى دبلت كده وخدت اللون الذهبي بتاعي الجميل، بنزل بمعلقة كزبرة وبقلبها، وبعد كده بنزل بكام طماطمية كده يا بنات، ببقى مقطعاهم مكعبات زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. بصوا يعني دي طماطم مقطعاها مكعبات كده زي ما انتوا شايفين. تحطي بقى الطماطم دي على حسب طبعا الكمية بتاعة الملوخية اللي انت هتعمليها او الحلة اللي انت هتعملي فيها، كبيرة صغيرة وسط، على حسب. يبقى طشة الملوخية الناشفة انا بعملها كده بتبقى بطماطمية كده، بتبقى طعمها جميل بتحليها. المهم يعني انا كده دي بقى الطشة، هسيبها بقى الطماطم دي لحد ما تدبل معايا خالص. بعد كده هنا كنت بوريكم ان انا طلعت الحمام وبدأت بقى ان انا احمره بقى، هيتحمر مع نفسه، وبعد كده اوريهولكوا في الاخر في التقديم. المهم يا بنات، بعد كده نزلت اللهم صل على النبي برضو من شوربة الحمام. بدأت بقى ان انا اعمل شوربة للملوخية. بتبقى الشوربة كده حمرا وجميلة وبتبقى طعمها حلو. ممكن بقى تكملي بباقي المية عشان ما تبقاش مالحة معاكي، تحطي ماجي، شوفي انتي عايزة تنكهيها بايه او تعمليها ايه. انا هنا حطيت نص شوربة ونص مية. وبدأت بقى ان انا الملوخية الناشفة دي بتشتريها من أي عطار، بتقوله عايزة ملوخية ناشفة مثلا 5 جنيه، ب10 جنيه، اللي هي 5 جنيه تعملك مثلا زي ما أنا عاملة كده طبختين صغيرين في حلة صغيرة، أو ب10 تقريبا، والله مش فاكرة. المهم ان هي مش مبلغها كبير، تعمل معاكي طبختين صغيرين. لكن لو انتي عيلة ممكن 10 جنيه تعملك طبخة واحدة وبالهنا والشفا يعني تخلص. بس المهم لما تيجي تحطي الملوخية الناشفة متحطيش كتير، لأن هي بقى بتفنش كده وبتشرب وبتتقل، فانتي حطي حبة حبة وقلبي زي ما انتوا شايفين كده. اللهم بارك، ده شكلها. وده لسان عصفور بعد ما استوى، شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، بجد كان طعمه رهيب. اما المحشي بقى، دول كان اخر حبة بتنجان عندي، عملتهم برضو جنب الاكل. وزي ما انتوا شايفين كده اللهم بارك. ده الحمام انا عملته بالشكل التقليدي العادي، من غير ما خليتش الجلد عن اللحم يا بنات. ده الشكل العادي اللي هو البيوت بتعمله. ان شاء الله باذن الله قريب هشارك معاكم وصفة للحمام برضو، بس هكون خالية الجلد عن اللحم بتاعه. وهشارك معاكم ان شاء الله باذن الله طريقة الخلي وطريقة كل حاجة. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.